السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين في كل مكان. طابت أوقاتكم بكل خير. نبدأ حلقة اليوم بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله أشرف الخلق أجمعين. نتكلم النهاردة عن المباراة المرتقبة ما بين نادي إنبي والأهلي في نصف نهائي كأس مصر. أول حاجة هنتكلم عليها قبل ما نخش في التشكيل وفي الغيابات وفي طلبات كولر هنتكلم فيها، هو شرط كابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي في التعاقد مع أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك. لو لسه ما عملتش اللايك اعمل اللايك ويلا بينا على موضوعنا. كابتن محمود الخطيب يشترط أن اللاعب أحمد فتوح يتعاقد مع الأهلي بشروط. ايه الشروط ديت؟ واحد، ان اللاعب يكون جاي برغبته النادي الاهلي، ان اللاعب يكون عايز يلعب في النادي الاهلي، مش جاي علشان فلوس او شهرة او اي حاجة. اللاعب يكون عايز من جواه ان هو يلعب في النادي الاهلي. زي مثلا امام عاشور، كان في اندية اخرى بتتعاقد مع امام عاشور، اندية سعودية، ولكن امام عاشور اعتذر وقال لهم انا عايز العب في النادي الاهلي، انا بحب النادي الاهلي وعايز العب في النادي الاهلي. رقم اتنين، ان الاهلي عنده سقف تعاقدات مفيش لاعب بيتعداها. يعني الاهلي حاطط سقف للتعاقد مع اي لاعب مفيش لاعب يتعداها، من 13 ل 15 مليون. واحمد فتوح لاعب دولي، يعني امام عاشور كان طالب من الزمالك ان هو ياخد 25 مليون جنيه في السنة. طب جه مع الاهلي خد 15 مليون جنيه في السنة. فكابتن محمود الخطيب بيوضح الشروط بتاعته علشان تكون واضحة للاعب. لو هو حابب يلعب في النادي الاهلي فمقابل ان هو حبه للفريق في تضحيات اخرى. يعني ما تبصش للفلوس، ما تبصش للكلام ده، تكتب تاريخك مع النادي الاهلي، تضيف لتاريخك ان انت تواجدت في النادي الاهلي وخدت بطولات وتوجت ببطولات وعملت كل حاجة في النادي الاهلي. نروح على الموضوع الثاني وهو غياب رامي ربيعة. التأكد من غياب رامي ربيعة لقيام اللاعب بعملية جراحية بخراج في القدم. ده باللاعب هيغيب عن مباراة انبي فقط؟ لا، اللاعب هيغيب لمدة أسبوع أو 10 أيام. يعني اللاعب بعد إجراء عملية جراحية في القدم بسبب الخراج، اللاعب هيغيب من أسبوع ل10 أيام. يعني مش هيلعب حتى المباراة القادمة في الدوري المصري أمام الإسماعيلي. مباراة مرتقبة ما بين الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري في الجولة الثالثة. نروح على طلب المدير الفني مارسيل كولر من إدارة النادي الأهلي. طلب من إدارة النادي الأهلي التعاقد مع طبيب أجنبي لتشخيص حالات الإصابة داخل النادي الأهلي. الطبيب أحمد جاب الله بالنادي الأهلي، طبيب نادي الشباب المتواجد مع الفريق الأول حاليا، شخص اللاعب رضا سليم بشد في الركبة خفيف، كدمة في الركبة خفيفة، وقال لك يومين وهيلعب. الكلام ده بقاله دلوقتي داخل في ال10 أيام واللاعب لسه منزلش الملعب. طبعا مارسيل كولر قال لك ان التشكيل خاطئ، التشخيص خاطئ، وطلب من إدارة النادي الأهلي التعاقد مع طبيب أجنبي يكون متواجد على الطاقم الطبي. لو لسه ما عملتش اللايك اعمل اللايك ويلا بينا على الخبر التالي. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعلن تأجيل موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا لدور المجموعات والكونفدرالية الإفريقية. طبعا احنا كنا عارفين إن هي كانت هتقام يوم الجمعة الساعة 2 مساء. الكونفدرالية الإفريقية
هتبقى الساعة، قرعة الكونفدرالية الإفريقية هتبقى الساعة 3. دوري أبطال إفريقيا هتكون الساعة 4. النادي الأهلي عرض على كولر أحمد حجازي، وكولر وافق على انضمام اللاعب إلى النادي الأهلي، ولكن في انتظار فسخ تعاقد اللاعب مع ناديه الاتحاد السعودي في آخر الموسم. طبعا إدارة النادي الأهلي كانت عرضت على مارسيل كولر المدافع محمد مغربي، ولكن المدير الفني مارسيل كولر رفض اللاعب. طيب في الحالة ديت النادي الأهلي هينتظر لفسخ عقد أحمد حجازي ويضم اللاعب في الموسم المقبل للنادي الأهلي؟ هنشوف إيه اللي هيحصل في الأيام القادمة. ولكن النادي الأهلي يحتاج تدعيم في صفوفه في مركز الدفاع وفي مركز الباك ليفت مكان علي معلول. المركزين دول يحتاجوا تدعيم في صفوف النادي الأهلي. طارق أنديل رئيسا لبعثة النادي الأهلي للسفر يوم 18 إلى تنزانيا لملاقاة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي. اتفق محمود الخطيب على إن طارق أنديل هو اللي هيكون رئيسا لبعثة النادي الأهلي. اللي بعثة النادي الأهلي هتسافر يوم 18، وإدارة النادي الأهلي قررت بعد مباراة إنبي مغادرة اللاعبين الدوليين إلى صفوف المنتخب المصري، اللي هيعمل يوم 9 معسكر التدريب في الإمارات، وينتهي يوم 16 في الشهر الحالي في أكتوبر. المنتخب المصري هيلعب مباراتين في هذه الفترة، واللاعيبة المفروض تكون مع النادي الأهلي يوم 17 علشان يسافروا يوم 18 إلى تنزانيا. النادي الأهلي هيسافر على متن طائرة خاصة وهيدفع فرق السفر، لأن المفروض السفر يكون على متن طائرة عادية، ولكن النادي الأهلي هيدفع فرق السفر على طيارة خاصة. يعين الحكم طارق مجدي حكما لمباراة إنبي، ومحمود بسيوني حكما لتقنية الفار. طب انت ليه يا عم الاتحاد ما عينتش حكم دولي لهذه المباراة؟ المباراة ديت يا جماعة زي انتوا عارفين المباراة ديت ببطولتين، بطولة كاس مصر وبطولة السوبر المصري. الاتحاد الدولي معين حكام مش دوليين علشان لما يهزموا الاهلي ما يتعاقبوش. طبعا الحكم الدولي بيتكتب في السي في بتاعه اي خطأ ما بيرضاش، ما بيعرفش ولا يستر يخطأ في اي مباراة علشان بيتكتب في السي في بتاعه الكلام ده كله. يبقى هم قال لك لا، شيل الحكام اللي ايه الدوليين، حط الحكام دي. طبعا بعد ايقاف امين عمر قال لك حط الحكام ديت علشان لو اخطأوا في المباراة ما يتعاقبوش. عامة المباراة مش بعيدة، المباراة هتقام الساعة 9 مساء اليوم. طبعا انتوا عارفين ان هي اتأجلت ساعتين، المباراة كانت هتقام الساعة 7 ولكن اتأجلت ساعتين، هتقام الساعة 9. الساعة 9. تعال بقى اقول لك على التشكيل للنادي الاهلي. في حراسة المرمى محمد الشناوي، في خط الدفاع محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني. في خط الوسط إمام عاشور، مروان عطية، أليو ديانج. إمام عاشور على الشمال، أليو ديانج على اليمين، ارتكاز وسط دفاعي مروان عطية. خط الهجوم هيكون بيرسي تاو على اليمين وحسين الشحات على الشمال، وكهربا مهاجم في الأمام. عايزك تتوقع نتيجة النادي الأهلي وإنبي اليوم. تعال بقى أقول لك على مشكلة سريعة كده عشان ما أطولش عليكم. دونجا كان مع مهيب عبد الهادي في البرنامج بتاعه، وكان بيقول له أنت كنت بتقول إن رقم 8 ده للرجال، وإن إمام فقط، وإن إمام عاشور كان لابس رقم 8 والكلام ده. قال له مين إمام أصلا؟ مين إمام عاشور؟ ده أنا لابس رقم 8 ده مكان طارق حامد. يعمل نظر
يا ساقط في الحساب. إمام عاشور كان يرتدي رقم 8. طارق حامد كان لابس رقم 3 علشان بس ما تخرفش. اللي كان لابس رقم 8 كان إمام عاشور، ورقم 3 ده كان طارق حامد. أنا قلت لك قبل كده ركز مع فريقك وحاول تاخد بطولة للنادي بتاعك. انت من ساعة إمام عاشور ما دخل النادي الأهلي وانت عمال تلقح عليه زي، مش هقولك زي ايه، انت عارف اللي بيلقحوا دول هم مين. ومن هنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة. ما تنسوش تعملوا اللايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك وفعل الجرس ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.